بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني، بحبكم في الله. هنعمل كيكة اقتصادية بدون حليب وبدون بيض. طريقتها سهلة جدا وان شاء الله هتعجبكم وهتنور رضاكم. انا متأكدة لما تشوفوا الفيديو ده ان شاء الله هتقوموا تعملوا زيها بالظبط. جميلة جدا، طعمها لذيذ. زينتها بالطريقة الحلوة ديت. هقول لكم انا زينتها ازاي. هنعملها كلها من الالف للياء مع بعض، وهنعملها خطوة خطوة وهتعجبكم ان شاء الله. هنبدأ في مكوناتنا. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا كوباية من السكر، وكوباية من عصير البرتقال اللي هو التانك، وفانيليا، ونص كوباية من الزيت. وهقلبهم حلو قوي هضربهم حلو قوي في الخلاط لغاية ما يتجانسوا مع بعض والسكر بتاعي يدوب. هنزلهم على دقيق. معايا كوبايتين ونص من الدقيق وكيس بيكنج باودر، ومعايا كوباية من المية المغلية. هنزل على مكوناتنا وهقلبها حلوة قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه، واحطها في الفرن وهتستوي. هتطلع هشة وخفيفة زي ما انتوا شايفين. طلعت هشة جدا وخفيفة. انا ما صبرتش عليها لما ان هي تبرد. سقيتها بكوباية حليب باردة زي ما انتوا شايفين كده. بس والله العظيم طلعت تحفة بجد وطعمها لذيذ. هشة وخفيفة وطرية جدا وحلوة قوي. سقيتها بكوباية اللبن. لقيته نص اللبن بتركز فيه قوي، وقمت رايحه جايبه معلقه خشب ورافعاه شويه، وبسقيتها بقيت كوبايه اللبن زي ما انتوا شايفين كده. معايا كوبايه ونص من الحليب زي ما انتوا شايفين، وهحط فيها معلقتين من بودره الكريم كراميل، واحط فيها معلقه من الكاستر، و3 معالق من السكر، واقلبهم حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده لغايه اما القوام بتاعنا اللي هو بتاع الكريمه بتاعتي ان هي تتقل زي ما انتوا شايفين كده. كل ما هتسيبيها على النار هتغلي والقوام بتاعها هيتقل. وبعد ما تتقل هسيبها ان هي تبرد حلوه قوي. هسيبها ان هي تبرد. كل ما هتبرد هتلاقي ايه؟ تقلت شويه. كل ما تسيبها تبرد هتلاقيها بتتقل معاكي. هسيبها ان هي تبرد وتهدى معايا زي ما انتوا شايفين كده. قوامها تقيل اهوت وحلو وطعمه حلو قوي. هفرده على وش الكيكه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهنزل بالصوص الكراميل. اهم حاجه ان انتي تفرديها حلو. هنزل بصوص الكراميل بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه، باي شكل انتوا تحبوه او تفضلوه. انا عملته كده بشكل عشوائي رايح جاي، وزجزجته كده بخلة اسنان. والجنب اللي هلاقيه فاضي شويه هحط له صوص من صوص الكراميل، واحاول ازينها بالشكل اللطيف اللي انتوا شايفينه دوت، واقطعها زي ما انتوا شايفين كده مكعبات على حسب ما كل واحد هيفضل ان هو ياخد المكعب بتاعه. واطلعها بالشكل ده ما شاء الله والله تحفة. طعمها لذيذ جدا، وتحسي ان هي بقى شاربة من اللبن والصوص دوت. طعمها جميل جدا. شايفين ما شاء الله على الحلاوة والجمال. طعمها لذيذ جدا بألف هنا زي ما انتوا شايفين. يا رب تعملوا الأحسن والأحسن. ما تنسوش تعملوا لي لايك كتير عشان الفيديو بتاعي يشاف ويوصل لأكبر عدد ممكن. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.